في يوم ما، عندما كنت ذاهبا إلى القرية في سيارة عمي، في الطريق قمت بتعبئة البنزين في السيارة وبدأت الرحيل مع بعض المأكولات والمشروبات الباردة، ثم وقعت عيني على سيارة سوداء متوقفة على الطريق السريع، ولكني لم أعطيها أي اهتماما واستمريت في رحلتي. بعد ذلك بدأت تلك السيارة السوداء في محاولة إيقافي من الخلف. فكرت أنه لص أو سارق، لذا زدت من سرعة سيارتي، مما أدى إلى وقوع حادث مع تلك السيارة. اتصلت بالشرطة، ثم خرج رجل شكله غريب من تلك السيارة، بدأ يهاجمني فور خروجه. كان لديه أيضا سكين في يده، ولكن فجأة سمعنا صوت صفارة الشرطة من الخلف، فهرب في اتجاه الغابة. ثم عندما وصلت الشرطة قالوا إن هناك شخصا مجنونا هرب من مصحة الأمراض العقلية، سرق سيارة وهرب. قبضوا عليه وبدأوا في نقلي إلى المستشفى، وأنا طوال الطريق كنت أفكر إذا كانت الشرطة لم تصل في الوقت المناسب فكنت سأفارق الحياة اليوم.